الإخوة والأخوات، في هذا الفيديو هذا غادي نقول البنانة الأطرش السريعة. برافو برافو برافو، ضربت معلم وقرصة مجهدة للعدوزة ديالك والبنات، والضربة القاضية ودرتي لينا ضربة معلم لبكريشة شي حبر. عرفتي أنت أخطر من الخطر. خليكم معايا الله يخليكم في هذا الفيديو هذا، غادي تعرفوا علاش والاسباب والمسببات والخرجه اللي خرجت لينا هي قبيله بالفيديو واثقه قوي كي تيقولوا المصريين وتايقه ليا في راسها. ايوا يا سيدي، ملي كيلقى الواحد الحميه وكيلقى اللي كيدافع وتيصفق للباطل ولا اعمم، مالها ما تخرج تتبورد علينا وتتبورد على البنات وتتبورد لينا على بكريشه اللي تا هو لعبها ذكي صراحه. خليكم معايا الله يخليكم في هذا الفيديو هذا، غادي نناقش معكم هاد الامور كامله ونحط النقط على الحروف. السلام عليكم الاخوه والاخوات، اش خباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم تكونوا كاملين بصحه جيده والامور كذلك ديالكم. الله يجازيكم بخير، ما تنسونيش من اللايكات ومن البارتاج، وشاهدوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير باش تفهموا النقط كامله اللي غادي نناقش معاكم. قولوا لي كي دوزتوا النهار ديالكم ديال الصيام؟ حنا صافي 3 ايام وحنا صايمين، الانسان اوتوماتيكمون كيبدا يولف الصيام صراحه. شكرا لكم كاملين اللي الله يخطيكم. غادي ندوز معاكم ديريكتومون للموضوع. دابا غير بالله عليكم، كاين بعض الاخوات والاخوان ملي شافوا الفيديو اللي دارت سريعه قبيله، غير عندي واحد السؤال. مالك يا اختي ملي درتي لينا هذا الحجاب الشرعي، الله يهدينا حنا كاملين، مالكي جهرتي؟ مالكي وليتي ادرى كي تيقولوا المصريين، وليتي مجهده في الخبز؟ دابا عاد عرفت على داك المركز الاعلامي اللي حطات لينا سالومي وديديكاس لسالومي ديالنا، كتجبد لك الاعماق ديال الاعماق. والحمد لله ثبت انك كنتي في الديار التونسيه. غير قولي لهم راك كنتي مسميه راسك نبيله، تعلمتي كيفاش تثيرين الجدل من خلال دوك الفيديوهات اللي دخلت لبعض ديال هذوك اللي كانوا كيعلموكم كيفاش تثيرين الجدل، كيفاش تقنعي المتابع بواحد الفكره، كيفاش ديري غسيل دماغ. اذا انت جايه موجده، جايه دايره لينا بروغرام خدمتي عليه قبل وتهيئتي عليه قبل وعزلتي لينا العائله اللي غادي تجي فيها وتعرفي انهم هما تيموتوا على الفلوس، ما كاين لا مبادئ لا شرف لا يديك لا يخليك. وفعلا عرفتي تختاري، اختاريتي لينا بكريشه اللي شفتيه لينا هو يا عريس الغفله، ولكن انت ما جاياش على عريس وما جاياش على زواج، جايه على جوج ديال الاهداف: انك تجمعي الفلوس وانك تشوهي لينا الصوره ديال المغرب والعائلات المغربيه اللي مع الاسف غادي نكون معكم واقعيه الاخوان وبدون لغه خشب. عرفات تروج لينا لواحد الفكره على انها انتم شوفوني ولا ماجوريتي اللي مغاربه اللي ماشي مغاربه تيتكلموا عليها تيتفرجوا فيها لانها تدربات على هاد الخرجات وعلى هاد الفيديوهات. ولكن اليوم وجهات لينا ضربه معلم العائله بكريشه كاملين من الراس حتى للراس، لان بكريشه هو لعبها ذكاء اتسنسي ويوتيوبي. علاش؟ هي ملي خرجت لينا اليوم في الفيديو خلاص هذه يومين بعدا وهي كتبوحط، هي كتبكي علينا ظلموه وسكوك عتقوني. راكم عارفين ولينا حافظين هاد التمثيليات ديالها، هاد الادوار الحامضه ديالها. دابا دازت لينا التجربه الثانيه او ليطاب جوج، لان البنات خرجوا لينا البارح والبارح قال لك حنا ما كناش كنقولوا لبابا، خوينا قلبنا على بابا ديالنا، خوينا عليه القلب ديالنا وعاودنا ليه، خصوصا الصغيره عاودنا ليه وقلنا ليه ودرنا ليه عند راسهم. دابا هما ملي غادي يعاودوا، لان البعض خرجوا لينا بعض القنوات قال لك صافي بكريشه غاضب من بنانا الاطرش، بكريشه ما عجبوش الحال، قال لهم ما تجيبوهاش ليا في الزياره، ما باغيش نشوف الوجه ديالها. هاد الفكره تم الترويج ديالها، البعض بين على الفرح ديالو قال لك صافي اوكي غادي يطلقوا غادي يخليها ما يخليها. نو 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 نو،
كل شيء دارساه وكل شيء ضاربه ليه الحساب. بنانا الأطرش على حقه على طريقه. فهاد القضية عندها ذكاء خبيث جدا. خلات البنات خرجوا قالوا اللي داروا، هضروا لينا، مشاو عند جداهم تقداو. استغلات كذلك هاد القضية بعض القنوات اللي كيضحكوني. ايوا مالكي ما كنتيش كتقضي عند بنانا، هانتي وليتي كتقضي عند جداك. واش المداخيل اللي كتدخل الجدة هم المداخيل اللي كتدخل لينا بنانا؟ نكونوا شي شوية واقعيين. البنت راه ماشي ما بغاتش تصرف، البنت كتقول مرات الاب كتدخل مبالغ كبار من ديالي انا، وهذه هي الحقيقه. الفرق بيناتهم شنو هويا؟ الفرق ان البنت كتبين لكم ومرات الاب كتبين غير التقشف، غير التقريم، غير الجوع والنوع لاثاره العاطفه. حتى هاد القضيه دارت عليها دورات تدريبيه باش كتعرف تلعب على المظاهر المشاهدات. ملي تدخلي لواحد الفيديو ما خاصكش تخرجي منه بالطاقه الايجابيه، هي كتبين لك الهم والغم والبكاء، وانا حاقريني وانا ظالميني وانا مرات الاب المظلومه وزايدين عليا طالق ليا المصروف وراجلي تيقول لي صيفط ليا الفلوس للسجن وزيد وزيد. اذا اوتوماتيكمون كدير لك واحد غسيل الدماغ قبل ما تخرج من الفيديو، كتخرج مكشكش على البنات، كتخرج مغلغل على البنات. ولكن الا الاذكياء اللي كيفكروا مزيان ويقرؤون ما بين السطور غتبان لهم هاد اللعبه الخبيثه واللعبه الجهنميه ديال بنانا الأطرش. ومن لا يعرفها اشنو دارت لينا اليوم؟ خرجت لينا هي بفيديو خلاص بعدا لعبات على العاطفه مزيان مزيان، طيبات للناس قلوبهم. هاد 3 ايام انا خلاوني بوحدي، انا هي هذه غير 3 ايام خرجت لينا بالحجاب الشرعي، قالت لك انا داري جالسه فيها وما كاينش اللي غادي يخرجني منها. اوكي شويه في الاخر قالت لك اللي بغى يخرج الباب يفوت جمل، مع السلامه بسلامه. هادشي اللي داروا البنات والعدوزه، هزوا داك الحويجات ديالهم ومشاو لدار جداهم. الغد ليه خرجت كتبكي باش تعرفوا الاستبغال والاستحمار. واش انتي والبارح دايره ليا فيديو كتقولي اللي بغى يخرج يخرج سيدي الباب واسع، وملي خرجوا دايره ليا فيديو كتقولي اوه مون ديو خلاوني بوحدي وسكو عتقوني راني كنخاف. جاو غير في الليل بغاو شي حاجه درتي لينا دراما وسيناريو، راكي غلبتي الممثلين والممثلات وغاي من هذا المنبر هذا صراحه منك. ولكن اللومه ماشي عليك، لقيتي العقول الضعيفه، لقيتي القطيع ولا اعمم اللي كديري ليه غسيل دماغ. هذه تكون بيضه يقول لك بيضه، هذيك تقولي ليه لا اليوم ولات كحله يقول لك كحله، ما غاديش يسول علاش ولا كيفاش. مقيدين يا والعياذ بالله. هذه هي الحقيقه الاخوه والاخوات. اليوم شنو كدير؟ كتطبق لينا الخطط ديالها خطوه بخطوه. اليوم خرجت لينا اشنو تاني بحله جديده. انا جيت لكم هضر معايا بكريشه وما قال لي حتى شي كلمه. صراحه كانت تري جونتي، قالت لكم معايا ما هضر معايا ما نهض فيا ما عايرني ما سبني، ما قالش ليا مالكي نوضتي الحرب على البنات، مالكي حرضتي القنوات على البنات، مالكي كتضربي غير من التحت لتحت، مالكي شحال من شهر وانتي كتخرجي لينا شاكيه باكيه. ضيعوا لي الضوء، الويفي انا كنخلص بزاف، كذلك المصروف بزاف، الماكله بزاف، تولينا كنسمعوا البيض شحال من بيضه كطيب. مع العلم البنت اللي كتشري البيضه اتونسيون، كذلك الزيت العود ملي كتوصل للبنت ملي كتاخذ طريفه الخبز وكتغطسو او كتغمسو في هذاك زيت العود باش تاكل وكتولي تركز لك على التغميسه، اذا هنا ستوب وعلى الدنيا السلام. فين يبقى جالس الانسان الا ما عندوش الكرامه؟ اليوم خرجت لينا قالت لينا صافي انا حرضت على البنات نايضا كيدقدقوا فيهم القنوات وتيطحنوا فيهم، ولا اتكلم بلغه التعميم. كذلك طحنوا لي العدوزه ديالي وزادوا لينا شي حبر بكريشه كيتحلفوا عليه تيقولوا ليه بلاتي انت نوبتك جايه تتخرج لينا وغادي نفرجوك وغادي نوريوك وغادي نفعلوا لك وغادي نتركوا ليك. دابا هادشي وصلوه البكريش للبنات، وصلوا ليه التهديدات، وصلوا ليه هاد الحمله اللي دايرين بعض القنوات، كل شيء هذاك الشيء هو بكريشه على علم وعلى درايه به. دابا بكريشه لعبها ذكاء يوتيوبي منه. ما نساوش ان بكريشه كيفهم مزيان حتى هو في لعبه اليوتيوب، وباش يخلي المتابعين وكذا اشنو دار؟ استخدم السياسه الادسنسيه اليوتيوبيه.
ملي دوا مع السريعه هي راه عارفه دابا غلطه، معاوده ليه البنات، لان البنات فاش خرجوا شنو قالوا لينا؟ قالت لك بانا قال لينا لا صافي خرجوا، لا صافي سيروا مع جداكم. اذا اقتنع بالهضره اللي قالوا وعرف على ان السريعه الخبيثه اللئيمه هي راس الافعى من هذا الشيء كامل، اللي كذلك بعض القنوات من الطرف الاخر فاقوا وعرفوها كتكذب وتتلاعب وكتبوحط وتبكي من هنا وما نعرف شنو. غلباتهم قلت لكم، ولكن سي نورمال دارت تدريبات او دارت واحد الجلسات تدريبيه على هذا الشيء وجدات لينا راسها لا باش تجي اليوتيوب تكون بروفيسيونيل على اعلى مستوى في اثاره الجدل واثاره العاطفه واستعطاف الناس. هذا الشيء نجحات فيه لانها تدربات عليه قبل. كذلك هو ملي شاف هذا الامر، ملي دابا قال البنات وصافي صبرهم سكتهم، لا غير شوفوا كي ديروا سيروا مع جداكم وبردوا هذا الشيء، هي قال ليها هضره اخرى غير الهضره اللي قال لبناته. قال لها انت ما غلطاش، البنات ما تديش عليهم، البنات كيتسرعوا، البنات راه باقين صغار. اذا بحد ذاته ملي تيقول لك بحال هكا كيبين لك بطريقه مباشره وغير مباشره على انهما الغالطين، وانت مولات العقل، انت مولات العقل وكلامك هو الكبير. غير ساعفي، غير سايسي الله يخليك. علاش خرجت لينا قبيله بحال الافعى، بحال الافعى كترش لينا داك السم ديالها على البنات من خلال الهضره؟ اش كتقول ليهم؟ انا هضرت مع باكم. كذلك العدوزه والويسات كتقول لي ما انا هضرت مع بوكريشه كيفضل اليوتيوب، كيفضل الادسنس على انه يرد الكرامه ديال الام ديالو اللي تبهدلات وعيروها وشتفوا عليها هي والبنات. ما على بالوش، المهم هو خصو يبقى عنده ديك لا سورس. شكون هو ديك لا سورس ديال الفلوس؟ هي السريعه. ولا عارف وصلوا ليه البنات ان ولات عندها قاعده جماهيريه كبيره، ولاو الناس مغمضين وتابعينها. هذاك السيستم ديال الهبل، كلنا هبل، هادشي اللي كيبان ليا البعض ولا اعمم، اللي ولا مع الاسف كيدير للسريعه مع العلم باين داك الشيء غير اللي ما بغاش يفهم داك التمثيل وداك التشلهيب ديالها. ولكن هما كيبغوا بحال هكا كيدبر راسهم. هو فهم هاد القضيه وقالوا ليه البنات راه القنوات نيضا كيطحنوا فيك، قنوات اللي في الامس القريب كلنا بكريشه، كلنا البنات القاصرات، كلنا البنات المسكينات المضيليمات. اليوم ولاو الشريرات، ولات ام يوسف القاسيه وليست الفاسيه. يا سبحان الله يا سبحان الله. ولكن هو فهم انه اذا كان ضد السريعه غادي يوقع عليه انقلاب يوتيوبي وعهد جديد اللي هو العهد ديال السريعه. راه ملي قالت لينا انا ذاك اللي عقلته على ذاك اللايف الشهير العهد القديم والعهد الجديد، فعلا كتطبقوا يوتيوبيا بالاحرف ديالو. ما نكذبش عليكم خطيره جدا. هو عرف الخطوره ديالها ولا قال نسلوا الشوكه بلا دم كيف تنقولوا. تعامل معاها بالسياسه. هي حتى هي كانت كتوقع، لان خرجت هاد الايامات يا انا يا الناموسه. يا انا هي تقول لك الناموسه تكتبها في العناوين خيرتك بكريشه ما بيني وما بينها. اذا هنا شافت ما كاينش استجابه. كذلك جلسوا تيقولوا شي واحد خطب ما خطب غادي يعطي ما نعرف 60 مليون مقابل الطلاق. سمعت عاوتاني طراطيش كلام قال لك راه هو هاد العريس المستقبلي اللي ما فهمتش انا. السيده مزوجه وكيجي واحد كيقول لها طلقي ونتزوج بك، زعما عندكم عادي جدا. الا كانت الوحده تطلق ويتزوج بها حقه غادي نعطيك 50 مليون ولا 60 مليون. هذا راه زواج ديال الطمع، ما هو زواج النيه، ما هو زواج تيسير. باش تعرفوا هي كتموت حتى هي على الفلوس. واش الا كان فعلا ان هذا العريس المستقبلي هو اللي قال ديري الحجاب الشرعي ودارته، راه زعما اسوكو عتقونا، راه ما يمكنش. يا ريت تاكدوا لي هذه القضيه لا جات على خاطركم الاخوه والاخوات، لان سمعت هضره من هنا كتناقش وكتقال. المهم انا ما سمعتهاش، ولكن اللي عنده خبر في هذه القضيه فوضحوها لي في التعليقات الله يجازيكم بخير. وكيف قلت لكم بكريشه حسبها يوتيوبيا حيت لا تخاصم معاها ولا خاصم عليها ولا قال لها انت جباره انت جيعانه انت هربتي الذهب ديالك عقل الحسيمه وكره هربات حتى الفلوس. كذلك نايضه كطحني في بناتي كتحرشي عليهم بعض القنوات كيطحنوا فيهم. اذا ما عندوش البديل، خاصو يحضر الراس. علاش قلت لكم ضربه معلم من السريعه؟ هي دابا غتفرض عليهم الا رجعوا للدار غادي يصرفوا ابغاو ولا كرهوا.
كذلك فرضت عليهم على انهم ما يقدروش يقولوا ليها مالكي، لان وراها جيش، وراها قناه، وراها قنوات، وراها جماهير كبيره تشتف لينا على بكريشه والام ديالو خواتاتو بناتو، وهما شافوا بعينيهم هاد الهجومات الشرسه اللي نايضه عليهم، شافوا ذوقاتهم من هاد الشيء. بكريشه كي قلت لكم واصلوا هذا الشيء، اذا ما عنده ما يدير، خصو يحني الراس ويخليها تبورد عليهم. علاش قلت لكم كتبورد عليهم في العنوان؟ لان غادي تولي تبورد على بكريشه وعلى العدوزه وعلى البنات، ولا هضرتوا نطلق عليكم المتابع ياكلكم، وبعض القنوات وما عندكمش البديل، نحرض عليكم ونقول اللي فيكم واللي ما فيكم وغادي تيقوها، لان كي قلت لكم درسات هذا الشيء دربات عليه، كتخليك كتقنعك. غير قلت لكم للاذكياء والذين كيفهموها وهي طايره وما كدارش بهم بسهوله، هما اللي ما غاديش يطيحوا ليها في هذا الفخ. وباش تعرفوها كتكوي وكتبخ خطيره جدا. في الاول ديال الفيديو اللي دارت لينا قبيله كتقول لك انا لا اتحكم بالقنوات، القنوات هم احرار، راه نورمالمون هادشي اللي خصو يكون، القناه ما تهضر مع حتى شي مول الملف، تبقى حره، تكون نوتخ، تهضر من اي حاجه او اي خرجات او ردة الفعل ديالهم وتخرج تقول الراي ديالها، حيت ديك قوه سر فر الو كذا كتولي تتعاطف مع واحد الطرف، كتولي تتحامل على الطرف الاخر، اللهم ما يكون حتى شي اتصالات باش ما يكون ظلم ولا تحامل ولا كولسه على حتى شي طرف. انا هكا كتبان لي الامور، ولكن هي قبيله قالت لكم انا ما كنتحكمش في القنوات، هما لا نايضين كيطحنوا الاخرين، هما اللي كيطحنوا، انا بعيده على القنوات. اوكي، وعلاش يا سليع فانا جيتي حتى الاخر ديال الفيديو وكتشكري القنوات، شكر القنوات اللي ساندوني؟ لما كانش عليك تقولي شكرا للقنوات اللي ساندوني، قولي شكرا للقنوات اللي طحنوا البنات، شكرا للقنوات اللي طحنوا لي عدوزتي والويساتي، شكرا للقنوات اللي رباو لي اديستونس عن بعد بكريشه وصلوا الصدى ديال هذا الشيء، وشكرا للقنوات اللي داروا لنا قرصه معلم البكريشه والبنات والام ديالو ما يقدروش دابا يهضروا معايا، غادي نتبورد كيف بغيت وغادي ندير اللي بغيت، لان في كتافي قنوات وفي كتافي متابعين ما كيخافوش ربي ولا اعمم، كيصفقوا للباطل، كيشوفوا الظلم ومغمضين حقا ضد فلان وضد فلانه. راه على الدنيا السلام صراحه الاخوه والاخوات، هذه هي الخطه البنانيه اللي كتطبقها لينا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواقع اللي كديرها لينا بنانا الاطرش، وهذا الشيء غير شويه من بزاف. ملي توصلنا مع الاخت سالومي، تحيه لسالومي ديالنا، عرفتوا داكشي اللي دوزات سريعه باش دورات تدريبيه باش تدخل لهاد مواقع التواصل، والسيده راه جايه بروفيسيونيل، جايه عواله الاخوه والاخوات، دربت على داك المانيبيولاسيون وكيفاش تجر المتابع وكيفاش تقنعوه. هادشي دارت عليه دراسات تدريبيه ودورات تدريبيه، راه غير الله يحضر السلامه من القادم وصافي. صراحه باش نكون واضحه معاكم في هذا الفيديو هذا، يا ريت تقولوا لي الراي ديالكم الا جات على خاطركم في هذه النقاط كامله اللي ناقشت معاكم في هذا الفيديو هذا. دائما مرحب بالراي والراي الاخر، اي جديد واي مستجدات في هذه القضيه هذه اكيد غادي نوافيكم بها بكل التفاصيل. اش غادي نقول لكم؟ واقيلا جايه ايام ضنكه وايام سودة لعائله بكريشه، وبكريشه من السجن ولا غير كيبرد ولا غير كيراري، ولكن هو ضارب الحساب، لان الى ناضت ليه ونوضات ليه المتابع وبعض القنوات غادي يمشي لينا يوتيوبيا وادسنسيا الاسم اللي طالما كان ملعلع لا في طوندونس داكشي ديال الكوارث، كون غير كيطلعوا لينا الطوندونس لشي حاجه اللي كتشرف نقولوا بعدا ترفع لهم قبعه، ولكن راكم كتشوفوا فضيحه كتنسيكم في فضيحه. بكريشه كان لاعبها زعما ذكي، قال لك انا جبت هذه غنستغلها ونخدم بها، يمكن هذه هي الفكره اللي كانت عنده في الاول، ولكن قلبات عليه الطاوله ودارت ليه ضربه معلم
وضربه مزلزله، ولات هي دابا كتلعب بهم، كتشطح فيهم كاملين، وكتعرف كيفاش تستفزهم، وكتعرف انها تستغل داكشي ديالهم، ولات هي اللي خدامه بهم ودارت لينا جيش بناني سريعي. هذه هي الحقيقه الاخوه والاخوات. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، قولوا لي الراي ديالكم الا جات على خاطركم دائما في خانه التعليقات. شكرا لكم كاملين على حسن المتابعه. السلام عليكم.